بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه يا رب. وحشتوني. او من اخر فيديو انا نزلته بقالي اسبوع مسافره. ما صورتش، يعني صورت هناك كام فيديو في البلد. بس ما كنتش عارفه انزل فيديوهات لانه مفيش واي فاي عندي بيت قوي، يعني مفيش واي فاي، فعشان انزله اشحن كروت فكان هيكلفني جامد يعني الصراحه. فبقيت اصور وركنت الفيديوهات لحد ما رجعت انا كده النهارده الجمعه، رجعت بالسلامه، لسه واصله النهارده. فقلت بقى ايه، همنتج لكم. انا منتجت الفيديوهات بس هسجل لكم الصوت عليها وهنزلها لكم بالتوالي، يعني كل يوم فيديو ان شاء الله. استنى الفيديوهات اللي جايه حلوه قوي، وفيديوهات كتير جايه لكم. كده انا بصور لكم الطريق وانا مسافره. وكده انا فين؟ في ريست، كنا بنفطر لان الاتوبيس طلع بيا من هنا الساعه 5، 5 المغرب كده. فعلى ما جت 6 كنا وقفنا في ريست عشان نفطر. تمام. ده ابني نايم عادي كده على رجلي. وبعدين ايه، بعد ما فطرنا بقى ايه، معرفتش اصور تاني لانه بقى ضلمه صحرا بقى، واحنا ماشيين مفيش اضاءه خالص كل فين وفين. فما عرفتش اصور. كده كنا الساعه 5 الصبح كده انا وصلت البلد اهو، وصلت اسيوط. وصلنا الساعة 5:30. على ما دخلت البلد عندنا وكده كانت الساعة بقت 6 متهيألي. تمام كده. بصوا بقى، شوفوا هوريكم جمال وحلاوة. يعني كل واحد بلده غالي عليه. أنا بلدي بسم الله ما شاء الله أنا بموت فيها. وأول ما بدخل كده البلد بحس بريحة حلوة، بحس باطمئنان، بحس براحة نفسية. مش عارفة إحساس ما بحسوش غير لما أوصل بلدنا فعلا، أقسم بالله. يعني باحس ان انا فرحانه زي طفل صغير كده رايح مكان هو بيحبه قوي. فبصوا بتنطط وانا قاعده في التاكسي. يعني شوفوا لوحدكم واحكموا. بصوا الجمال والخضره والجو الجميل ده. انا مهما احكي لكم يعني مش زي ما انتوا تشوفوا بنفسكم او تكونوا في المكان بنفسكم. تمام. انا كده انا كنت فرحانه قوي ان انا واخده السبحه معايا، ما نسيتهاش. لاني على ما وصلت كنت يعني الحمد لله سبحت وصليت على النبي وحمدت ربنا بتاع يعني 7000 وشويه. فكنت بوريكم السبحه يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. كمان لما وصلت البيت كنت صورت لكم كده ايه كم لقطة كده من الشارع. لاني برضو كنت واصلة تعبانة 12 ساعة سفر وهلكانة. فيا دوبك صورت حتة من الشارع كده اول ما وصلت وبس. دخلت نمت، كانت حوالي الساعة 7. وصحيت كده على الساعة ايه، كانت 10:30 كده. قمنا عشان كنا في خبيز، لانه ايه، كانت في عزومة. اخويا كان عازم ناس، فالحمد لله يعني كلهم بيقولوا لي ايه، انتي وش الخير يعني، وش عزومات. لان كم مره انزل البلد ويكون اليوم اللي انا هوصل فيه تكون في عزومه كبيره يعني، وبكون انا حاضراها من اولها. فالحمد لله حمدت ربنا يعني ان انا رحت ووصلت اليوم اللي وصلت فيه كان فيه خير يعني. المهم بصوا كده انا بوريكم الشارع اهو. كده بصور لكم الشارع. بصوا حاجات بسيطة. وكمان بصوا هتلاقوا هنا في الفيديو في العزومة احنا يعني قمنا خبزنا. احنا نمت الساعة 7، وقلت لكم قمنا على 10 كده خبزنا عيش شمس عشان العزومة. وبعدين بعد ما خبزنا العيش طلعت عملنا اللحمة كده، ما كنتش هصور. راحت مرات اخويا قالت لي لا تعالي صوري. فبعد ايه بقى، بعد ما كنت غسلنا اللحمة وشطفناها الفراخ. هنا دول 4 فرخات، الحلال دي كبيرة. كبيرة قوي. بصوا اللي على الحلة ده مش الحلة، الشوربة اول ما غلت فنزلت كده ايه شوربة على الحلل يعني من على الجنب. تمام. فاللي في الحلة هنا الكبيرة دول 4 فرخات ما شاء الله، اللي هو الفراخ الكبيرة الأمهات ديت. ديوك كبيرة. تمام. وفي الحلة التانية في 8 كيلو لحمة، اللي هي انا بشيل منها الريمة ديت. انا ماسكة التليفون مفيش ستاند، فمش عارفة اصور خالص، فتلاقوني ايه يعني مش عارفة اظبط الدنيا. وده كيلو ونص بصل او 2 كيلو بصل كده عشان نعصجهم. وهنا كيلو لحمة مقطع كده عشان هنفرمه، وعايزين لحمة مفرومة عشان خاطر ايه، هنعمل عصاجة كده نعمل منها سمبوسة، وهنعمل جلاش، وهنعمل بيتزا باللحمة المفرومة. بصوا كده الكبة، انا كنت شغلت كبة ما اشتغلتش. فرحت ركنتها بقى وجبنا كبة تانية. فكنت فاكراها برضو عطلانة، اتريني مش حاطة الفيشة بتاعتها. هشغلها بس التصوير معلش بقى سامحوني. هثبت الدنيا وهظبطها دلوقتي ايه. هخلي مرات اخويا تمسك معايا كده. بصوا هتلاقوني في حاجات في الفيديو كتير ما اتصورتش لان التليفون طبعا كان فاصل شحن. وكنت كل شويه بحطه يشحن وارجع اشيله،
وكمان سبتهم يعني انا، او بعد ما حطيت اللحمه كده عملت لها بصله وشوحتها على النار بشويه زيت وورق لورا كده وحبهان وكده، وزودت الشوربه بتاعتها وزودت الفراخ وسبتهم وفرمت اللحمه. كنت لا كده كده انا لما رجعت فرمنا اللحمه وخرطنا البصل لما رجعت، يعني سبتهم ومشيت. رحنا مشوار كده ايه عشان نشوف البيت بتاعنا باذن الله اللي هننقل فيه ان شاء الله قريب يا رب كده. اللي انا كنت قلت لكم عليه خلاص ربنا حقق لي حلمي والحمد لله، ربنا رضاني وجبر خاطري وحقق لي حلمي. يعني خلاص انا كده مضينا عقد البيت وتمام، وممكن في اي لحظة هنسافر من هنا وهنستقر هناك ان شاء الله. بصوا كده، فرمت كده كيلو اللحمة. وهنا البصل اهو. هخلي مرات اخويا تمسك لي التليفون بقى عشان ايه اعرف اعرف اتحرك يعني. تمام. بس كده فكنت بسيبهم، يعني كنت بسيبهم في البيت وبروح المشوار. رحنا شفنا اول مرة البيت وبعد كده رحنا مضينا العقد، يعني سبتهم كذا مرة. فهتلاقوني يعني عملت حاجات وسبتهم هم عملوا حاجات ورجعت ايه كملت. ورجعت كملت كمان معاهم. فالصراحة يعني هم كلهم ساعدوني، مش انا قمت بالعزومة لوحدي. بس تاني يوم بقى هتشوفوا روتين جامد، اللي هو الفيديو بتاع بكرة روتين جامد من بعد العزومة. هوريكم حاجات تحفة. وبرضو في التصوير اخر العزومة هتلاقوني برضو بحاول على قد ما اقدر اصور الحاجات اللي احنا عاملينها. لانه بصوا عندنا تحت اللي هو ايه، ما بيعترفوش ان انتي بتصوري لازم تصوري كل حاجة. لا، في عزومة في رجالة وفي ناس تحت لازم تنجزي وتخلصي، اللي هو مش بيستنوكي مثلا ترصي كل حاجة وتصوريها وبعدين ياخدوا. لا، اللي هو بسرعة انجزي عشان ننزل والسفرة ممدودة، سفرة كبيرة ما شاء الله ما شاء الله. يعني مستني مش هيستنوني، فانا بقيت بصوا بلحق كده اصور حاجات عشان ايه اصور لكم الحاجات اللي احنا عملناها. تمام. بصوا انا راكنه التليفون على الرخامه لان مفيش ستاند، فانا راكناه كده على الرخامه وبحاول اصور على قد ما اقدر عشان عشان اصور لكم الفيديو. والله مرات اخويا هي قالت لي لا هاتي التليفون وتعالي صوري و... واعملي. مرات اخويا دي عسل عسل عسل، ربنا يحميها يا رب ويفرحها بولادها. كده انا مسكتها التليفون اهو عشان ايه اعرف يعني ايه اكمل الحاجه. تمام. حطينا هنا البصل اول ما بدأ يدبل حطيت شويه بهارات، 7 بهارات وشويه بهارات تانيين اللي هم في الكيس دوت. دي بهارات كفته بس انا حطيت منها عشان خاطر ايه تدي لا طعم حلو للحمه يعني. تمام. نزلت هنا بكيلو اللحمه المفرومه اهو على البصل بعد ما دبل كده، وهنقلب فيه لان الفرم الكبه بيخليها زي العجينه، مش زي اللحمه المفرومه اللي احنا بنجيبها جاهزه بتبقى مفروله من بعضها. لا، بتبقى عجينه كده بتتعب شويه في الفرد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. هنا جبت 2 كيلو طماطم، هنضربهم كده في الخلاط عشان نشوف هنعمل بيهم ايه. تمام. احنا عملنا كذا حاجه النهارده، هتشوفوا معايا ايه اللي احنا عملناه لان عزومه كبيره فعملنا حاجات كتير. الف هنا وشفا يا رب، وربنا يعود عليهم الايام بخير ويعيشوا كل سنه يا رب. يلا يا بنات كده، لو ما اشتركتش معايا اتفضلي نوريني واشتركي معايا في القناه. كتري عيلتي وكبريها في على اليوتيوب، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار بيه. لان الفيديوهات اللي جايه والله تستاهل، فيديوهات كلها حماس وكلها مفاجآت حلوه وان شاء الله تعجبكم. و... ولو الفيديو عجبك ان شاء الله كده ما تنسيش تقولي لي رايك في الكومنت وتسيبي لي لايك حلو. اللايك مش هيكلفك حاجه بس هيدعمني وهيرفع الفيديو وهيخليه يعني يتشاف. بس كده. بس يعني اللايك ده بمثابه كلمه شكرا ليكي اللي, اللي انت بتقولها لي على تعب اللي انا عملته في الفيديو. تمام. يعني بصوا انا بصور لكم الفيديو ممكن 17 دقيقة منهم كام دقيقة اللي هو بصور لكم الطريق. بس والله العظيم هو كان هلكان. اللي هو بص انت بتعملي عزومة لناس كتير، او اتنين اللي واقفين في مطبخ او 3 اللي هم ايه، انت عايز تعملي كل حاجة بنفسك عشان التصوير. بس اللي هو تعبني المشاوير اللي انا روحتها فسبتهم كذا مرة. ف يعني مش هينفع يستنوني، مش هينفع يستنوني لما اروح وارجع عشان اكمل. لا، دي عزومه وفطار كمان في رمضان، مش عشاء عادي او غدا، لا ده فطار. يعني لازم في ميعاد الفطار لازم يكون فطار جاهز. فما كانش هينفع يستنوني وانا ما كانش ينفع برضو ااجل المواعيد دي. مرات اخويا ربنا يديها الصحه يا رب. ما كانش ينفع اجل المواعيد اللي احنا كنا واخدينها اللي احنا مسافرين عشانها، وهم ما كانش ينفع يستنوني
ما يجهزوش يعني عشان انا هكمل التصوير. فانا قلت لهم لا، مش يعني هم بيقولوا عادي يعني تروحي وترجعي وتكملي. بقول فمش هينفع، مش هينفع، انا مش ضامنه الدنيا هتمشي ازاي معايا وكده، فممكن اتاخر، وده فطار في رمضان فمش هينفع نتاخر فيه. اخدت هنا كمان ايه، خدت طبق كبير كده ليه هنعمل سمبوسه، وهنعمل جلاش، وهنعمل بيتزا باللحمه المفرومه. هنعمل حاجات كتير قوي، ماشي؟ خليكم معايا عشان انا والله من كتر يعني عملنا حاجات كتير فانا خايفه انسى حاجه، ماشي؟ ده كده السمبوسه. بصوا انا ورايحه اصور سمبوسه التليفون فصل شحن، لانه طبعا طول الطريق ابني مشغله، واول ما جيت حطيته على الشاحن ما لحقش يشحن، واخدته ومشيت ورجعت تاني، فما كانش يعني ما كانش لحق يشحن. فانا جيت اصور فصل شحن معايا. بصوا بقى، على ما شحن وكده كنت رحت مشوار تاني ورجعت، كنت لقيت مرات اخويا مخرطه البطاطس، ورحت انا خرطت البصل، وجبت هنا التوابل. بصوا كده نقلب، هنعمل صينيتين بس كده بطاطس، وهنقطع البطاطس كده ايه قرنين كده من الفلفل ده على فكره يا مرات اخويا غسلاه، بس ايه حطيته في الكيس يعني، تمام؟ غسلت الكميه كلها اللي احنا هنشتغل بيها وصفتها، ورجعتها تاني كده في الكيس. هنقطع كده قرنين من الفلفل الحامي على البطاطس والبصل، وحطينا 7 بهارات، وحطينا فلفل اسود، وهنقسمهم كده على صينيتين. وبعدين الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط هنضيفها عليهم، تمام كده. مشغلين الفرن عشان ايه، هنشغل كذا حاجة بقى، في حاجات كتير هتخش الفرن، الجلاش والبطاطس والبيتزا. فاحنا كده بدأنا نشغلنا الفرن، كان العصر خلاص، وبرده البيتزا من تخية عجنة العجينة، وخدنا العصاك بتاع اللحمة، وحطينا كان زيتون وطماطم وفلفل متقطع، وبس كده تمام. عملنا الصواني دي كبيرة ما شاء الله، يعني صواني كبيرة قوي. فعملت صينيتين كبار دول، وعملنا صينيتين البطاطس. هنا رشيت حبة زعتر كده صغيرين، لان ما حطيناش زعتر في العجينة، ففركنا شوية صغيرين كده فوق الخلطة، تمام. بس كده خلصنا البيتزا اهو، وكمان صينيتين البطاطس اتحطوا، وكنا لفينا السمبوسة. تبدأ بصوا اخلي بصوا البطاطس هنا اهو بزودها شوربه، لسه ما كنتش حاططها، معلش. هديها غلوه على النار من فوق الاول، ايوه، وبعدين هنزلها الفرن. بص انا بفتكر معاكم والله، لانه الكلام ده زي النهارده الجمعه اللي فاتت فانا نسيت، فبفتكر معاكم، حتى مش فاكره والله يعني ايه اللي عملناه تاني انا. ومنتجت الفيديو من بدري برضو، لسه بسجل عليه الصوت دلوقتي، يعني بعد ما جيت بسجل عليه الصوت. تمام كده، شغلت النار وهحطهم بقى ايه ياخدوا غلوه فوق، وبعدين هنزلهم في الفرن يكملوا سوا. وكمان عشان برضو منساش، حطيت معلقه توم مفروم، قسمتها نص هنا ونص هنا، بتدي طعم للبطاطس وريحه. بصوا مفيش بعد كده تاني. حمرنا هنا كمان كيلو من لسان العصفور، وزودناه من شوربه الفراخ. بصوا انا بفرك المرقه، الورقه وقعت مني يعني في الشوربه. كيلو كده من لسان العصفور حمرناه، وادي الجلاش اهو. برضو صينيتين كبار ما شاء الله، حط لهم بقى ايه اللبن، وكسرت على اللبن كده بيضتين. بس البيض يعني في التلاجة فساقع جدا، فكان بيعذبني على لما ايه بيتضرب كده، وده بيض بلدي مش بيض فراخ بيضة، ف يعني تعبنا شوية. هنا طحنت حبة جوز الطيب، نص حباية كده، وحطيت معلقة من الفلفل الاسود. بصوا الصفارة بتعمل معايا ازاي معصلجه، لان هي ساقعه قوي في التلاجة فمش راضيه تدوب معايا. زودنا هنا اللبن بالبيض والفلفل الاسود والملح وكده وحطيناه. جيت هنا بقى بنت اختي بقى قالت ايه، انا اللي هحمر السمبوسه طيب. قلت لها خلاص، سبتها هي بتحمر في السمبوسه، واحنا رحنا مش عارفه بقى نعمل ايه تاني، والله مش عارفه كنا بنعمل ايه. المهم كان يعني يوم مشحون ما شاء الله. هو ده اللي انا بتكلم عليه انا بحب كده، انا مش وش راحه، انا ما بحبش ارتاح، ما بعرفش ارتاح. يعني يا ريت تبقى كل يوم عزومه زي كده، ويبقى البيت مفتوح، وتبقى في ناس داخله وطالعه. اللمه حلوه، اللمه حلوه لما بنبقى مع بعضنا كده وكلنا واقفين وبنعمل حاجات وبصي بتحسي ان اليوم حلو قوي، غير انك تبقي واقفه في المطبخ لوحدك وكده، بتبقي يعني مفيش روح، تمام. لكن كده كنا كلنا بنضحك ونهزر وشغالين، مش حاسين بالتعب. حسينا امتى بيه بقى؟ بعد ما خلصنا كل حاجة وقعدنا، حسينا بالتعب فعلا. بص انا جبت صينيه ديت، الصينيه دي كبيره ما شاء الله، كبيره بتاع متر نقول، كبيره قوي. فانا قلت مش هنرص الفراخ واللحمه بقى في صواني صغيره، هتاخد وقت معانا. وكان المغرب يعني خلاص، كانت حوالي الساعه كده ايه، متهيألي 5:30.
وكانت الفرن لسه عليها البيتزا. لا، كان عليها البطاطس، البيتزا كانت لسه ما حطيتهاش. فرحت جايبه بقى الفراخ كلها، رصيتها كده على نص الصينيه هي واللحمه، رصهم على الصينيه الكبيره ديت. وبقيت حطها في الفرن وسايبين باب الفرن مفتوح وشغلنا الشوايه. وبقينا نلفها، يعني هنا تحمر شويه وبعدين نلفها، تحمر ونلفها. بصوا التصوير معلش والله سامحوني، لانه مفيش ستاند، فاللي ماسك التليفون رايح جاي كده، مش ظابط الدنيا معانا. بصوا كده انا خلصت الفراخ، فكده هطلع اللحمه اهو. وكنت ضربت طماطم، لو شفتيه من شويه ضربت كده شفشق طماطم، هناخد منه شويه واحط عليهم زيت، وهدهن زيت وملح وفلفل بس. انا بحب مثلا احط توم عليها كده عشان تدي طعم الفراخ. بس لا، اخواتي ما بيحبوش ريحه التوم في الفراخ المحمره او اللحمه المحمره، ما بيحبوش ريحه التوم فيها، عايزين لا اللي هي ساده كده. فرحت عملت طماطم وزيت وفلفل اسود بس كده، ودهنت الفراخ واللحمه وايه، وحطيتها بقى ايه في الفرن، ويعني كده تاخد لون، وكان زي الفل وزي العسل. الاكل كله ما شاء الله كله شكر فيه الحمد لله، وقالوا تسلم ايديكم والله العظيم. سفرة يعني انا كان نفسي حد من ولاد اخويا صور لي تحت منظر السفرة، يعني كل طب يغزوني. وانت لو شفتي منظر السفرة تحت يعني حاجة تحفة. غير ان احنا كمان عاملين كشك وبلح وعصاير وكده. كل ده نزل اترص في الاول على السفرة طويلة ما شاء الله، يعني ممكن نقول بتاع 6 متر او 7 متر السفرة. ف كده حطيت البيتزا، ومن تحت كده كان الجلاش اهو. و ادي الجلاش وادي البيتزا. ممكن تلاقوني حاطه مقطع بدل مقطع، لان ايه مش عارفه، لان الفيديوهات كانت كلها بصوا لقطات لقطات، لان مفيش ستاند فبصور وانا ماسكه ايدي فبقطع. بصوا لحقت الصينيتين دول، هما كانوا نزلوا زيهم 3 4 مرات. ده كشك الابيض وده البلح. فانا لحقت دول قبل ما يطلعوا ياخدوهم، اخدتهم كده صورتهم. وده كده الاكل بعد ما جهزناه برضو، كانوا اخدوا نزلوا دي البيتزا مقطعينها، ودي السمبوسه والفراخ واللحمه وصواني البطاطس. بس لحقت صورت اللقطات دي بالعافيه. بس كده ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تفرحوني بالاشتراك